اقلب القدرة على فمها تطلع البت لامها. هتقول لي اللي انت طالع تقوله ده، انت طالع تهزر. هقول لك وايه اللي في حياتنا مش بيهزر؟ يعني لما اقول لك ان مرتضى منصور بعد ما اتعزل هيرجع تاني، هيبقى مش ههزر ولا مش ههزر؟ لما اقول لك ان مثلا صلاح جاي دلوقتي وصل السعوديه، يبقى انا بهزر؟ يبقى انتوا بتهزروا معايا ولا مش بتهزروا؟ يبقى انتوا ما تسيحوليش دماغي وتطلعوا تقولوا لي انت بتهزر. انا هقول لكم ايه اللي هيحصل. بس قبل ما نبدا الحلقه عايزك تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتكتب كومنت حلو وتشير الحلقه عشان توصل لغيرك. اشوفك بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني، والنهارده حلقه مش حلقه عاديه، حلقه من الاخر. حلقه ايه يعني؟ جامده جدا. اول حلقه اول خبر معانا بيقول لك مرتضى منصور راجع تاني. طب راجع ازاي يعني؟ هو فامباير؟ وايه اللي راجع تاني؟ هقول لك ازاي. كابتن احمد مرتضى منصور نجلي الاستاذ مرتضى منصور اتعين في يعني مش اتعين، هو ترشح لعضويه مجلس اداره نادي الزمالك. فطبعا احنا عارفين ان لما يبقى فيه نجل للاستاذ مرتضى منصور جوه اداره نادي الزمالك، مين اللي هيمشي الليله؟ واكيد انت فاهمني. بس الموضوع هنا بقى، احنا هنفضل كده لحد امتى؟ الموضوع هيخلص ازاي؟ الموضوع هيخلص على ايه اساسا؟ يعني انت شايف في تقدم في النادي؟ هل انت شايف في استمرارية لبطولات؟ انا شايف استمرارية لفشل. انا حاسس، عارف انت لما تبقى مشترك في سهم بورصة وعمال نازل نازل مش راضي يطلع، تبقى انت مش عارف عايز تقلب السهم ده، مش عارف ازاي. بس انت هتبقى فيه نجاح ازاي وانت حاطط كوادر اساسا لا يصلحوا للمهمة؟ فاهم؟ فاحنا محتاجين نطلع بره الموضوع ده. كابتن مرتضى منصور طول ما هو عايش هيفضل متحكم في اداره نادي الزمالك، وده الامر اللي يودينا لكابتن عماد العناني. وكابتن عماد العناني هو يعني المسؤول عن اداره نادي الزمالك، وهو اللي يعتبر رئيس نادي الزمالك المؤقت حاليا من ترشيح اللجنه الثلاثيه. طيب كابتن عماد العناني طلع في السوشيال ميديا النهارده او في برنامج تلفزيوني واتكلم وقال ان احنا دفعنا فلوس اللعيبه ودفعنا مستحقات الاوسوريو، وكمان خفضنا المديونيات من مليار و200 مليون ل 400 مليون. طب الفلوس دي جت منين؟ يعني من كام يوم كابتن مرتضى منصور لما كان لسه ماسك، او كابتن احمد مرتضى منصور، ما كانش قادر يدفع فلوس فتوح بس، ولا كان قادر يجيب صفقه. الملايين دي جت ازاي وجت منين يا كابتن عماد؟ اطلع كده فهمنا كده، خلينا واعيين. تمام. ده حاجة وده موضوع. الموضوع اللي بعده هو راديو جول التركي. راديو جول التركي قال لك ايه؟ قال لك ان النادي الاهلي يقترب من لعيب اسمه، ثانية واحدة، جيان ويلينج يوما. معلش هو يعني مش عارف ده لو جه هنقوله ازاي. جانج ويلينج يوما هو لعيب النادي الاهلي بيفاوضه، غير جاكسون موليكا وجوستافو سوزا. واللعيب ده المفروض ان هو قريب من النادي الاهلي. واللعيب ده ان انت دلوقتي لو ما شفتوش في النادي الاهلي، او ما شفتش موليكا خلال يومين ماضي رسميا، اعرف ان مفيش في النادي الاهلي مهاجم هيجي السنه دي. وفي مهاجم تاني مصري كولر بيدربه، هقول لك اسمه بكره. تمام. مهاجم مصري بيدربه كل يوم، وده خبر مؤكد، اسمع مني. دلوقتي جاكسون موليكا نادي بشكتاش قال لك انا مفيش مفاوضات جات لي من النادي الاهلي. وجاكسون موليكا نفسه قال لك ان مفيش مفاوضات جات لي انا كمان. انا النادي الاهلي ما فاوضنيش اصلا. يعني احنا على شدة الاعصاب دي كلها، وفي الاخر طلعتوا انتوا ما بتفاوضوهوش ويفاوضوا وكيل اعمال تاني. طب ازاي؟ ايه الكلام الغريب ده؟ ده اللي موليكا طلع واتكلم عنه. الخطة بقى اللي النادي الاهلي عاملها عشان يرجع الاربع لعيبة بتوع المنتخب. دلوقتي المنتخب استدعى اربع لعيبة وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم، محمد هاني، مروان عطية. حلو. حلو. طيب احنا عندنا الماتش اللي احنا اتكلمنا عنه بتاع اتحاد العاصمة. طب هنعمل ايه بقى في الكارثة دي؟ انا اقول لك هنعمل ايه.
النادي الاهلي فكر ودور في لوائح الفيفا، لقى ان في بند جامد جدا وبند مهم جدا. قال لك ان لو دلوقتي المنتخب ما بعتش ان هو يستدعي اللعيبه بتاعته من الانديه قبل 15 يوم، النادي ملهوش الحق ان هو يديله الفريق، ان يديله اللعيبه. بمعنى ايه؟ فهمنا واحده واحده. يعني دلوقتي مثلا انا عايز اللعيبه تيجي يوم 15، لو بعت يوم، او مثلا عايزهم يجوا 16، لو بعت يوم واحد في الشهر مقبول، اتنين في الشهر مقبول، يوم تلاتة في الشهر يبقى فاضل 14 يوم وانا عاوزهم فيه 14 يوم النادي الاهلي، النادي ممكن يقول لك لا مش عاوزهم، شكرا يا معلم، مش هديهم لك، انت عديت ال 15 يوم، اقل من 15 يوم مش هديك اللعيبه. طب ماشي، هو المنتخب طلب اللعيبه امتى؟ يوم 29، هو عايزهم يوم ايه؟ يوم ايه؟ يوم 6، يعني تقريبا 7 ايام. النادي الاهلي ممكن يقول له يا باشا انا مش هديك حاجه، انت عديت ال 15 يوم. يقول له، فالنادي الاهلي راح استجدع، قال لك انا هديكوا الاربع لعيبه في ماتش اثيوبيا، وترجعوا لي اللعيبه تاني من غير ما تلعبوا ماتش تونس. قال له سيب لي محمد عبد المنعم بس، قال له لا. طب ما انت هتقول لي محمد عبد المنعم ممكن يا عم وبتاع وتشيل الدنيا، ده المنتخب برضه. اقول لك هو ممكن يسيب محمد عبد المنعم، بس لما يروح لتونس يقول لهم هاتوا علي معلول، هتقول له لا انا مش هسيب علي معلول، ما انت سايب محمد عبد المنعم، سيب لي لعيب زي ما انت سايب لعيب للمنتخب بتاعك. هيروح طبعا، دي هتبقى نقطة ضعف منتخب تونس هيمسكها على النادي الاهلي، فده اللي مش هيصلح بيه النادي الاهلي. وعشان كده اساسا احنا مش هنسيب علي معلول. علي معلول لو ما رجعش احنا هنجيب عربيه نقل محمله رجاله وهنروح نجيبه. ومعلش بقى مع الاحترام للاخوه الاشقه والتوانسه وبتاع، احنا اخوات في كل حاجه، بس لو جت على علي معلول انا بقول لكم اهو، هنجيب نبابيت وبتاع وهنطلع بعربيه نص نقل مع محمله رجاله نجيبه. انا عرفتكم. فطبعا دي خطه النادي الاهلي عشان يرجعوا ال الاربعه المحترفين. طيب، امام عاشور يرتدي رقم 22 في النادي الاهلي، وهو رقم الكبير كابتن محمد ابو تريكه. محمد ابو تريكه كابتن محمد ابو تريكه، إيه، امير القلوب. طيب، ايه اللي مزعلنا بقى؟ ان النادي قال لك ازاي يعني يلبس رقم 22؟ الجمهور، قصدي الجمهور، قال لك ازاي يلبس رقم 22؟ ده رقم ابو تريكه وبتاع يعني هو رقم ابو تريكه يعني هيتحط في صندوق؟ مش عارف انا. ويقول لك لا ده لازم، ده زملكاوي المفروض يرجع جه النادي الاهلي وندي الرقم ده لحد يكون منتمي للنادي الاهلي وعاشق وبتاع. طب وده فيها ايه يا جدعان؟ فيها ايه؟ ما تضيقوش دماغكم، ما تبقاش ضيقه كده. ده ينقلنا الموضوع اللي بعده، وهو موضوع التيشيرت. إيه يعني التحفه، اللي طبعا مش هقدر اقول عنه اكتر من ان هو تيشيرت ممتاز، اميزنج اميزنج اميزنج. هو التيشيرت بتاع النادي الاهلي اللي هو التاني، الاسود اللي فيه خطوط حمراء، وفي طبعا الكتافات اللي هي البيضة اللي هنا دي او الحمراء برضو. فيعني حاجة كده رايقة. طبعا اديداس احنا متعودين يعني منها على شوية حاجات كده، الا الموسم اللي هو اللي قبل اللي فات ده كان عاملين شوية تيشيرتات زي الزفت، يعني كان تيشيرت كله احمر كده، مش عارف كانوا متضايقين ولا ايه مننا. نطلع بقى لاخر موضوع معانا، وهو الموضوع اللي خلاني باصص في الارض كده ومش قادر اعمل حاجة. موضوع محمد صلاح اللي هيجي النهارده بالليل. ان ايه الموضوع ده؟ هقول لك ان صحيفه عكاظ السعوديه، ودي صحيفه مشهوره جدا لو انت ما تعرفهاش يعني، صحيفه عكاظ طلعت بيان وقالت ان محمد صلاح خلاص اتفقنا معاه على كل حاجه، وهو جاي النهارده بالليل مساء يوم الجمعه. يا جدع والله، يا محمد صلاح كده خلاص يعني في اتحاد جده. انتوا عارفين المشكله في ايه؟ المشكله في ان مش صلاح عشان ماشي وخلاص، المشكله ان صلاح ده كنت بتشوفه في بريمير ليج وتشامبيونز ليج وبتاع وما بين ميسي ورونالدو وافضل منهم، وكان بيقول يعني كنا بنقول دايما ايه، كريستيانو، ميسي، صلاح، نيمار. تخيل ان لاعب مصري زيي وزيك كده، ويتعمل ويبقى اسطوره كده. ده كان بالنسبه لنا هيرو من الهيروهات اللي كنا بنعمل من الهيروز. طيب هيروز، هنخليها من الهيروز اللي كنا بنبقى شايفينهم حاجه كبيره يا جدعان. ما ينفعش ان احنا بعد كل الانجازات اللي هو عملها دي وحققها، يعني نسيبه كده يروح يعني. صح؟ انت لو موافقني الرأي اكتب لي في التعليقات. ولو انت يعني لسه ما عملتش لايك واشتركت في القناة وفعلت زر الجرس، هتعمل امتى؟ يعني اتمنى تكون الحلقة عجبتك، وما تنساش طبعا اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس وتكتب كومنت حلو وتشير الحلقة. سلام.